تمام. طيب لما دلوقتي انا بقول على حاجه، لما انا اللي بتقولي انا اعصابي تعبانه سحوره، بصي يا ستي، لما تبقى انا عارفه ان الحل من عندي، انا ما في زرار اغير بيه الراجل ده، يبقى انا اشتغل على نفسي. اشتغل على نفسي ازاي؟ اعمل جلسات احرر بيها. انا ما بقولكيش اعملي معايا، الجئي لاي حد انت عايزه تروحي تعملي معاه. اعملي جلسات حرري بيها المشاعر السلبيه اللي جوه. ليه بقولك اعملي كده؟ لان انت كل ما هتبقي عندك مشاعر سلبيه تجاهه هتطلع منك طاقه هتبعده اكتر. تمام؟ غصب عنك، ملامحك، وشك، الانسان طاقه، فالهاله اللي حواليكي وطاقتك هترفضه اصلا، فهو هيحس بالرفض ده وهيبعد. محتاجه تهدي ومحتاجه تعملي كنترول جامد على اعصابك عشان تقدري تديري. انت في ازمه، تقدري تديري الازمه دي ببراعه. تمام؟ فما تبقيش انتي اعصابك فلتة ومضغوطة وهيجيلك امراض وعايزة المشكلة تتحل وكل تركيزك عليها، وبعدين متوقعة ان كده هتتحل. لا، مش هتتحل، عمرها ما هتتحل الا ما تبقى اعصابك هادية. عمرها ما هتتحل الا وانتي قادرة تملكي زمام امرك. يعني ايه تملكي زمام امرك؟ مسيطرة على اعصابك، عارفة طاقة الحب انها تطلع بهدوء، قدرتي ان انت كلامك ما فيهوش اهانه، كلامك ما فيهوش معايره. ما احنا الانسان بيخطأ، وقرارك عايزه اكمل ولا مش عايزه اكمل. يعني انا هعرض عليكم بعض المشاكل بتخرب الدنيا وتقولي مش عايزه اتطلق وعايزاه يرجعني، وهي خربت. طب ما انا لازم اعرف انا عايزه ايه، انا بشتغل ولا لا، انا قدرتي ايه بالظبط. لما اخرب الدنيا ابقى عارفه ان انا بخرب الدنيا فهتتخرب، وبعد كده اقول احلها ازاي. لا، لازم اتصرف بعقل وحكمه، وده اللي انا طالباه من كل الستات. ليه طالبه منكم كده؟ الخيانه بقت سهله دلوقتي، اسهل حاجه في موبايل في البيت، هيقعد وهو معاكي هيكلم مليون واحده. فالموضوع اللي انا بدأته في الاول بقوله هو مش فكرة ست حلوة ولا ست واخدة بالها من نفسها، هو عايز كوكتيل النهاردة، عايز يشوفك نغشة زي اللي بيسمعهم، عايزك تبقي صاحبته عشان تقدري تحتويه، عايزك كمان تبقي حنينة وشديدة وشقية ولطيفة متغيرة. في ناس رتمها واحد من يوم ما اتجوزت، اسلوبها، طريقة لبسها، وزنك بيزيد، احيانا تهتمي بالولاد وتهمليه. مش عايزين نرمي العبء كله على الراجل، نصلح عيوبنا عشان اما احاسبه وانا واقفة يعني زي الهرم شمخة كده، بقوله لا ده انا عاملة اللي عليا، انت فين من اللي انا بعمله، باسلوب هادي، باسلوب راقي، وانا اعصابي حلوه، مش وانا بصرخ وانا بلم الدنيا وانا بصوت فيمد ايده عليا فنطلع من مشكله لمشكله، وبالتالي تبقى سلسله مشاكل، نبقى مش عارفين احنا بنحل الخيانه ولا بنحل الاهانه ولا بنحل المشكله اللي اتعقدت والراجل غرس في الناحيه التانيه فبقى عايز يطلق. اهلا بكل اللي انضموا معايا، منوريني الحقيقه كتير قوي. التليفون ماسك 24 ساعة. طبعا هي دي بقت أزمة، كل المشاكل اللي أنا هعرضها معاكم دلوقتي الحقيقة هي دي بقت أزمة إن هو ماسك 24 ساعة. بس خدي بالك بقى، أحيانا بتبقى الحياة مملة ورتيبة في البيت، يعني أحيانا بيبقى ما عندناش جديد، أحيانا بنبقى من أول الجواز ما عندناش حوار أصلا، والست مكتفية بشوية اللحظات بتاعة العلاقة اللي في آخر اليوم. يعني احيانا انت اللي بتسمحي ان هو يمل ويبعد، انت اللي بتسمحي انه يدور على حد تاني يتكلم معاه. تمام؟ فابتدي من نفسك. يعني النهارده حتى لو بقالي 5 6 7 10 سنين 20 سنه مفيش حوار بينا، ازرعي الحوار، انت مشتركه معاه في اللي وصله ده بسلبيتك. معلش ما تزعليش مني، انا ست وبقولك الحقيقه. السلبيه ان انا عارفه ان انا مفيش حوار بيني وبينه، وانا عارفه بس متخيله ان هو عشان ركب معايا مركب الجواز وخلفنا اولاد، لا انت ملزم بقى ما تبصش، لا انت هو ملزم طبعا لانه عقد، بس الانسان مش معصوم من الخطا. في غيرك مليون واحده بتلف وعندها استعداد تاخده متجوز، وعندها استعداد تبقى زوجه تانيه وعرفي، ده استعداد تعمل علاقه بسهوله ويسر. انت النهارده في منافسه عاليه جدا مع للاسف ظروف مجتمعيه سواء في الوسط العربي او العالمي. خلاص الموضوع بقى صعب. استاذ ارو بتقولي استاذ وسام شلون اتعايش مع الم الخيانه؟ هقولك تتعايشي ازاي مع الم الخيانه. انا مش عايزاكي تتعايشي معاه، انا عايزاكي تديريه ببراعه. تمام؟ خفي التعلق، في حاجه اسمها بنعمل خطوات عشان تخفي التعلق، وبينجحوا الستات اللي معايا الحقيقه، نجحوا ببراعه، بينجحوا.
بنخف التعلق اول حاجه. والفيديو بتاع امبارح اللي انا نزلته بنرتب اهميه الناس موجود، بس مش في الحته اللي جوه بتوجعني، بركن على جنب على بره شويه لغايه ما هو يحدد مكانه فين، يدخل تاني ولا يطلع بره خالص ولا يفضل على الباب، وانا مكمله. ما هو في ناس ظروفها لازم هتكمل، تمام، بس تكملي انت كست، ما تحسيش انك مقهوره ولا مضغوطه، انت مكمله باستراتيجيتك انت، بدماغك انت مكمله، وانت واقفه على رجليكي وبتقولي له هحرمك من حبي، انت اخترت غيري ما تستاهلش حبي، انا مكمله عشان البيت اللي بنيناه والعماره اللي هي الاسره بسميها، اللي انا مش عايزه اهدها لاولادي. وربنا بيجازي كل ست استحملت المكافاه طبعا. وانتوا فاكروكوا ربنا يعني الحاجة بتضيع هباء، استحمالك ده هيضيع هباء؟ عمره ما هيضيع هباء طبعا. طيب انا عايزة ابتدي بالمشاكل، لان الحقيقة ناس بعتت لي كتير، وانا النهاردة قلت لهم يسمعوني، يا رب يكونوا حاضرين معايا كلكم. طيب انا معايا حد قالت لي انا متجوزة تقريبا بقالها 10 سنين ومعاها 3 اولاد، جوزها بيكلم ستات منهم واحدة معاه في شغل، تمام. الموضوع طبعا مش بس شات، لا ده في يعني في تلامس واحضان وحاجات كده، تمام. الحقيقه هو ما انكرش وطالب منها طلب غريب قوي. انا في حد بيقول لي لما كل الستات بتتخان امال بيخونوا مع مين؟ لا على فكره في رجاله بعتت لي في ستات بتخون. الستات اللي بتتخان يعني مع يعني الرجاله هي اللي بتخون جوازها، بتخون قصدك؟ بيخونوا مع ستات تانية. لا ما هو للاسف كمان في ستات ما عندهاش اي مبادئ، في ستات لمجرد انها تاخد هدايا من رجاله او لمجرد انها زهقانه مع جوزها في مشكله، وفي رجاله في غفله، الرجاله في غفله ودي مصيبه تانية. ما هو الرجاله لما هتروح تخون وتهمل مراتاتها، في ناس ما عندهاش قاعده ايمانيه من الستات دي، بتستسهل حل تاني تنتقم منه فتروح تخونه، وجات لي مشاكل زي كده. فللاسف بنفك الاسره، هو بيخونها فهي تلاقي الحل ان هي بقى تروح تخونه. فين بقى هنا الولاد؟ وفين بقى ياخدوا بالهم من الحياه السويه؟ مفيش الكلام ده. طيب خلينا في المشكله دي. قلنا ان هو بيخون مع حد معاه في شغله وفي تلامس، وبعدين عايز طالب بقى من مراته انها تبقى صاحبته. ازاي بقى صاحبته؟ يحكي لها عليهم، وكمان عادي يكلمها قدامهم عادي. وللاسف اكتشفت ان واحده منهم هو جابها الشقه، تمام. فانا معلش مش هركز دلوقتي معاكم في الكومنتات عشان بس هرد على المشكله اللي انا بعرضها دي، وبعدين هرد على الكومنتات تاني. فبتقول لي اعمل ايه، وطبعا حطيت لي عقده منشار قويه جدا. وانا عموما مش حلو لي الطلاق، يعني ما بحسش ان هو ده حل، يعني لازم نقطع لاخر نفس نستميت، وبعدين لما خلاص نشوف الظروف ايه وهينفع ناخد القرار ده ولا لا. لكن هي قالت لي مش هينفع اتطلق، معايا اولاد ومش بشتغل، تمام. طيب بصي بقى يا ستي، اسمعيني بقى. لا طب ما ينفعش تبقي صاحبته واحكي لك عن الستات دول خالص. لكن في رد حلو قوي ممكن ترديه عليه، قولي له اوكي انا موافقه تماما، كلمهم قدامي ما عنديش اي مشكله، بس انا كمان ليا حد من اهلي واصحابي، وعلى فكره مش هعمل اي حاجه، احنا هنتكلم بقى، اتصلوا بيا بس انت مشغول بقى بتكلم التانيين، انا زهقانه برضه هقعد اتكلم معاهم، انت توافق وانا وافق، اوكي؟ طبعا هو مستحيل يوافق، وطبعا انا مش بشجع على ده، بس انا عايزه ارميله كده انه اللي هو بيعمله نتيجته هتبقى مش حلوه. هو هيصور عليكي على فكره، وهيقولك ازاي وانا راجل وانا، قولي لا استنى بقى، يبقى معنى كده ان هم مش اصحابك، يبقى معنى كده معنى ثورتك دي ان انت بتعمل حاجه غلط، يبقى معنى كده ان في كلام غلط. انت عايزني اقبل ان انا جوزي يروح يكلم ستات تانية، لكن انا مراتك ما اكلمش رجاله تانية. انا بقول لك انت هتعمل كده قدامي، يعني معنى كده بتديني كارت اخضر ان انا اعمل كده قدامك من وراك، انت حر. خلاص انا مكمله عشان بيتي وعيالي، لكن اللي هوافق عليه هعمله، لو انت قبلته اوكي. ما توافقيش ان هو يلوي دراعك، هو عشان عارف ظروفك وعارف انك لازم تكملي بيضغط عليك. واجهيه بعقل وحكمه، بصوت العقل، بصوت المنطق، وشوفي رد فعله. هو ده بس هيخلي شويه هسس هتبقى في دماغه، احنا عايزين الهسس ده، تمام. اهلا بكل اللي انضموا معايا، منوريني على اللايف. طيب معايا مشكله تانية
دي بقى مشكله جامده جدا. يا ريت البنات اللي لسه هتتجوز تكون سامعاني، واللي متجوزين برضو على فكره. هي بعتالي بتقولي ان في حد متقدم لها، في فرق سن كبير بينهم، يعني تقريبا 18 سنه. خلاص، نور الهدى اهلا بيكي، ربنا يخليكي. مامي عمر تسلمي لي حبيبتي. مين اللي دكتورة إيمان جميل بتقولي لا في ستات بتكون عادي، ده حسب الشخص وقيمه. طبعا حسب الشخص وقيمه. في ستات بتكون، ما انا قلت ما عندهمش قاعدة إيمانية، ما عندهمش قيم، ما عندهمش مبادئ. هي اساسا ان الست دي حاجة غالية جدا، مش المفروض انها تعمل كده. الراجل هو اللي بيضعف، الست المفروض انها عندها من القوة اللي تخليها ما تضعفش ولا تكون ابدا. لكن الست برضو بني ادم، في ستات بتقع في الخيانة، مش هنقدر يعني نقول انها لا مش هتخون. احيانا بتقع واحيانا بترجع وتندم واحيانا لا. انا هقول والله كل المشاكل، اسمعوني حاضر، ما انا هقول كل المشاكل حاضر. كلامك منطقي. انا قال تسلمي لي تسلم لي دكتور احمد. معلش انا الشمس ضاربه في عيني والله، بحاول اشوف بس ايه ساعه الغروب والشمس بتغرب قدامي، كان نفسي تشوفوا معايا المنظر يعني. طيب المشكله الثانيه بتقولي فرق 18 سنه بينا. هي البنوته اللي بعتها لي ومتقدم لها، واول مشكله هي خليكم معايا، فرق 18 سنه، مطلق وعنده اولاد، طليقته موجوده، اهلها مش موافقين. في بقى حاجات، اسمعوا معايا بتقول لي ايه بقى. يعني هي لما رجعت بتقول لي ابتديت اتقفل عشان في حاجات قلقاني بس بحبه. ايه بقى اللي قلقها؟ لما بيخاصمها بيقعد بالايام. بيقول لها انت هايفه. خلاص، ما بيحاولش يصالحها، بيقول لها ما تطمعيش فيا، يعني ما تحاوليش بس تنتظري مني ان انا هصرف عليكي قوي يعني. رغم ان هو ساعات بيجيب لها حاجات يعني. خلاص، مش عايز يعمل فرح، خطوبه على الضيق. البنوته اللي بتكلمني دي ما عدتش يعني هقول ما عدتش ال 24. خلاص، اهلها مش موافقين. انا بقول لك اسمعي كلام اهلك، العينه بينه. لما هو في الخطوبه 3 ايام يعني بيعاقبك بيهم، وما بيحاولش يصالحك. حلو الكلام. منتظره ايه؟ انت منتظره ايه بعد الجواز بقى؟ هيقعد بالاسبوع؟ هيقعد بالشهر؟ واحد بيقولك ما تطمعيش فيا قوي، مش هصرف عليكي قوي. واحد بيقولك انت هايفه. انت شايفه هو باصص لك ازاي؟ هو عايز يتجوزك على فكره عشان انت بنوته صغيره، هيفنفن معاكي شويه. ده احب اقولك يعني اللي هيحصل بالظبط. وبعدين بعد ما يفنفن كده، وهم الرجاله بتشوفها ان هو ايه يعني بيشحن طاقته بقى ببنوته صغيره، يبتدي بقى يفتكر ان عنده ولاد وطريقته تغير، وتبتدي طريقته في يعني ناس كتيره مشاكل جات لي تستميت ان هي ترجعه. معايا مشكله شبيهه بمشكلتك، معاها بنوته سايبها ورجع لطريقته ام ولاده وسايبها، ما بيروحلهاش حتى ولا عايز يتصل بيها عشان طريقته اللي رجعها ما تزعلش. فحضرتك المستقبل باين كده، بيقولك العينه باينه واضح، مش محتاج ان انا اناقشك فيه. ليه؟ عليكي من ده بايه؟ انتي 20 سنه ولا 21 ولا 22؟ عليكي من ده بايه؟ لسه العمر. اهلا بيسان واهلا ملاك واهلا بكل اللي معايا واهلا بحزين كل الناس. عليكي من ده بايه بقى يا بنتي يا حبيبتي؟ المشاكل بقت كتير يا بنتي يا حبيبتي. خدي واحد بيحبك ومتمسك بيكي، ويا ريت ما يبقاش يعني، انا مش ضد انك تاخدي واحد مطلق على فكره، بس طليقته تبقى متجوزه، طليقته يبقى ارمل اوكي، لكن مطلق وبيبقى احتماليه رجوعه طليقته بيحصل لها حاجه كبيره بعد ما بيتجوز، بتشوف واحد تاني وبتبقى عايزه تجيبه، وبتجيبه على فكره بالولاد. انت فكرك لو ولاده اتحايلوا عليه وقالوا له بابا عايزينك ترجع لماما عشان خاطرنا، مش هيرجع؟ بلاش حرام عليكي تكسري قلبك، انت لسه صغيره قوي وهيجيلك ناس احسن منه 1000 مره. والمعامله اللي هو بيعملها لك دي مش معامله حد بيحب حد، دي معامله واحد بيمتلك واحده. فرق كبير بين الحب والامتلاك. اي حد بيرد عليها دكتور احمد قال لها والله يسيبك يا بنتي بعد ما تكوني خلفتي بنت. وده الحقيقه على فكره، انا موافقه جدا، هو ده اللي هيحصل. يعني خذي من اهل الخبره كده اللي مشي قدامك طريق طويل. صوت العقل في الجواز مهم جدا. تمام. طيب معايا مشكله تانية برضو، بتقولي المشكله دي من ليبيا، يا رب تكون معانا هنا وتسمعني. بتقولي طب جوزي طبعه وحش، مش بيتكلم، مشغول على طول، مش بيسمعني. انا كل ده كنت معدياه وراضيه. هي معاها منه 3 اولاد، جوازهم بقاله كتير يعني. لكن بعد الخيانه انا مش قادره استحمل ده تاني. بصراحه كل ست معايا هنا بقى تسمعني، انا هقول لك وهقول برضه لكل الستات تستفيد معايا.
تمام. ما هو انا ما بقاش شريكه ان انا بسميها، انا اسفه انا هقولك، بس انا بحب اتكلم بصراحه. ليه بنرضى الاول وبنبقى سلبيين؟ يعني ليه بقول والله ما بيحبش يخرج خلاص انا موافقه، ما بيحبش يتكلم خلاص انا موافقه؟ لا، احاول مره واثنين وثلاثه، اجر بكلمه، اجره بحاجه. ما هو على فكره بعد فتره الراجل بيتغير، بعد سنين كتير من الجواز بيتغير، بيبقى عايز يتكلم. تيجي واحده تانية من بره تخش له يرغي معاها، يحب الكلام قوي، يا سلام، يحب الكلام ويحب الفنفنه واللفلفه وكل ده. فطبعا انا يعني الكومنت ان هو لا، يعني انتي من الاول بس رضيتي، وانا مش معاكي انك ترضي اي واحده لسه متجوزه جديد تسمعني. جوزك فيه بعض العيوب، طبع الراجل ما يتغيرش، بس كمان ممكن انتي تعوديه على حاجات معاكي يبقى لاول مره بيعملها. لو ما بيكلمش كتير، اقعد معاه اجيب كوبايتين شاي، اتكلم انا، اقعد احكي له انا، ده انا حتى لو مش هيستجيب، ايه رايك اجرجره معايا، اشوف هو دماغه بيحب ايه، ماتش ولا حاجه، اتكلم في اللي بيحبه. اشتغلي على نفسك شويه عشان ما يملش منك. تمام. لان الست الشاطره هي اللي بتعرف تغير في تكنيك الراجل، مش هتغيري طبعه. يا اهلا بيكي، هلا وغلا طبعا. قولي لي اساعدك ازاي، ابعتي لي مشكلتك على تيك توك، عايزه تبعتيها هنا، اهلا اهلا، ما بتاخرش عن حد والله. ابعتي لي حاضر في رسائل، واللي عايز استشاره خاصه انا معاك، يعني ابعتوا لي بس وان شاء الله كل حاجه تتظبط. فالست الشاطره تقدر تغير الراجل. في مشكلتك دي يعني هو بس اللي انا عايزه اقوله لك، انتي يعني برضو هنشتغل على نفسك الاول، لازم تهدي من وجع الخيانه. مش هتعرفي تاخدي اي خطوه على فكره. الاناء وهو مغلي هو ده اللي بيبقى جوانا، قلبك بيبقى عامل كده، محطوط على حله كده على نار، بيغلي بيغلي بيغلي، لا هتعرفي تفكري ولا هتعرفي تاخدي قرار صح، وهتحاولي تتغيري. بعدين لما بقول اتغيروا الاقي الناس غيرت شعرها وشكلها وما اتغيرتش هي من جوه. لا، التغيير من جوه، من جوه، طريقه فكري، طريقه حواري، يعني حاجات كتيره. اشتغلوا على نفسكم عشان تعدوا ازمه الخيانه. حضرتك ابعتيلي اللي عندها مشكله مع ابنها تبعتلي، حاضر ابعتيلي بس مشكلتك خلاص على رسائل التيك توك. اوكي. حد بيقول لي طب انا اكره زوجي من 20 سنه بس عايشه من شان ما عندي حل. طب بتكرهيه ليه؟ ايه السبب؟ ما هو اكيد في سبب، ما يمكن نحل السبب. وبعدين على فكره هي في مقوله بتقول لا كره بيدوم ولا محبه بتدوم، ما حدش مضمون لحد، الحب ما بيدومش والكره ينفع انه ما يدومش، بس اكيد في سبب كان يمكن يتحل من وقتها. سكتي ليه كل ده؟ ابعتيلي قوليلي. في ناس بتطلع تقول كلام وخلاص مش في الواقع. احييكي، متشكره جدا يا هويدا. والله انا بحاول اقول من قلب، يعني الاحداث اللي بتجيلي كلها كلام ينفع نطبقه، كلام الناس كلها تتطلق مش هينفع نطبقه. الظروف الاقتصاديه الحاليه حقيقي تعب الناس جدا في البلاد العربيه كلها على فكره، في مصر وغير مصر. فاحنا بنقول للست كملي، كملي واقفه وساندة ظهرك، كملي وانتي مش موجوعه، كملي من غير ما يجيلك مرض، كملي. اهلا يا سهير، ابعتيلي مشكلتك خلاص. كملي وانتي بكبريائك، انتي اللي مقرره هكمل ازاي وبطريقتي. انت عايز ترجعني، اشتغل انت اللي خسرتني، انت اللي تعرف ترجعني ازاي. زوجي نور الهدى، اهلا بيكي. زوجي عنده علاقه وهي متزوجه وعنده طفل وبيصرف، هي عندها طفل وبيصرف عليهم 3 سنين وكلام حب وغرام وعلاقه كامله بينهم. طب يعني هي بس في حاجات محتاجه اعرفها. انتوا متجوزين بقالكم كام سنه؟ جوزك عنده كام سنه؟ في حاجه عايزه اقولها لكم كمان يا جماعه، لازم بس ايه اللي حاضرين يعرفوها معايا. الراجل من بداية ال40 كده لدخلة ال50 بتجيله كده مرحلة، وبتيجي للستات على فكرة بس رجالة أكتر. تمام. مرحلة كده بيبقى مش متوازن، بيبقى فاكر انه خلاص العمر بيجري منه، عايز يلحق كأنه رجع عنده 16 17 سنة. فحقيقي في ناس بتفقد منطقيتها، بيفقد قدرته اللي كان حكيم جدا، لا خلاص. وتيجي واحدة في ثانية تقوم يعني تاخده بقى، يعني تمام. فالمرحلة دي عايزة صبر. فأنا مش عارفة أرد عليكي، أنا مش عارفة جوزك عنده كام سنة وهل بيمر بالمرحلة دي ولا لأ. عايزة صبر وحكمة من الزوجة، وعايزة إدارة أزمة بعقل. فبعتيلي بس التفاصيل أكتر. أنا زوجي عم بيخون، ماذا أفعل؟ مش عم بقدر أعيش معه، مش عم يسمع مني
بيخون يوقف، انا زوجي عمره 50. طيب هو الرجاله ما بتسمعش، اللي بتخون لو قلت له ما يخونش مش هيسمعك ابدا، خلاص هو واحد قافل ودانه ماشي في سكه حلوه، يعني زي بالظبط انا بقول واحد بياكل مانجا طعمها حلو، هو شايف الخيانه طعمها حلو مستمتع بيها جدا. هتسيب المانجا؟ لا مش هيسيب. سيب المانجا؟ لا مش هيسيب. مش بيجي بالطريقه، لازم يحضر اللي بياكل مانجا ده تكسري حاجه جنبه كده جامده بصوت عشان يسيب المانجا ويقوم يبص. هو ده اللي احنا بنقول، تكسريها زي لما انتي بتتغيري، لما بيحس ان اللي حواليه شريكة عمره اختلفت، لما بتشوفي هو في ايه الراجل ده الخلل جاله منين وبتشتغلي عليه وعلى نفسك، الدنيا هنا ممكن يوقف. لكن الستات اللي بتقولي بقول له ما يخونيش ويعني ما بيجيش كده، ما بيسمعوش الكلام ده ومش هيسمعوا. طول معاها وايه وهي بيته وولاده، ليش طول الكد معاها؟ معقولة بحبه دكتورة وعمره عمره 45 سنة، طبعا وارد انه يكون في الازمة دي. وبقول لازم نديرها كويس جدا. انا بس هستأذنك ابعتيلي تفاصيل المشكلة دي من فضلك على الرسائل عشان اعرف يعني ارد عليك. انا لازم اعرف التفاصيل كلها، يعني سنك، سنه، الولاد، الدنيا ايه. والست كمان بيجي لها طبعا الست بيجي لها الوقت ده على فكره. بس الست بقى يعني ما بتخونش بصراحه، اغلبهم بيحصل ايه، الستات هتلاقيها بقى فجاه هي الولاد كبروا وحاسه انها خلاص بقى رجعت صغيره تاني، تبقى عايزه تهتم بشكلها، لبسها، تخرج مع اصحابها. يعني الستات ليها طريق تاني. قليلين قوي بقى اللي بتكون دي، ده لما بيبقى جوزها هاملها قوي فجأة تحس انها حلوة وانها يعني لا انا صغيرة زي اعمل فيها كده، لا لو ما عندهاش قاعدة ايمانية وما عندهاش مبادئ في المرحلة دي ممكن تعمل كده على فكرة. لان انا بيجيلي رسائل كتيرة للأسف يعني شباب صغيرين بيكونوا مع ستات في عمر 45 و50 يعني. فهنا في وهنا في عشان ما نبقاش منحازين، راجل بيغلط والست بتغلط. جوزي عنده 30 سنه وبيكلم واحده. ما هو انا بس هستأذنكم، اللي بيبعت لي سطر ما اقدرش احكم، انا بسمع منك، ما اقدرش احكم يا تيسير بجمله، في خلفيات كتيره قوي. عشان الخيانه وارد، الخيانه غلطه من الراجل كبيره، وارد ان الزوجه تبقى ليها دور، وارد انها تبقى ليها دور، وارد انها تبقى هملته. ما هي اللي تقولي في مشكله جايه معايا بقالي سنين اكتشفت ان هو بيكون من 10 20 سنه، كانت فين؟ ما هو قلت ان الراجل والست بينهم دايما تخاطر، وبينهم دايما الست تقدر لو فاهمه الراجل تقراه من عينه، لما بيبعد عنها بتحس، الزوجه اللي تقعد بالسنين الطويله دي ما تحسش. ازاي بس يعني في قصور هنا في العلاقه. مهما قلتيلي انا حلوه انا جميله، ايوه حلوه وجميله، بس ضمنتيه قوي فاهملتي ان انت تحسي بيه. اني منين العراق، زوجي عنده علاقة مع واحدة مزوجة بيصرف عليها، واني عندي 3 جهال ولاد قصدك يعني. طيب ما هو العراق الحقيقة المشاكل دي بتجيلي كتير قوي عندكم، انا مش عارفة ليه موضوع ان الراجل دايما على علاقة بواحدة متجوزة. طب يعني برضو بعتيلي التفاصيل، انا مش عارفه سنه قد ايه، الدنيا عندكم ايه، القصور فين، لازم اعرف بالتفصيل، مش هعرف ارد عليكي قوي كده يعني. لازم نعرف الراجل ده ازمه منتصف العمر، الراجل ده اصلا عينيه زايغه، الراجل ده بيدور على ايه بره. طب انتي محتاجه تهدي عشان ما تدوش طاقه سلبيه ينفر زياده. حد بعت لي زوجي 63 سنه من يوم ما عرفته وهو في حاله جوع مستمر للخيانه. ما هو في راجل بقى عايزين نتكلم عليه، عبله صبحي اهلا بيكي. في راجل للاسف نوع من الرجاله، وده المفروض يعني البنات تحاول بقى في فتره الخطوبه، في راجل عينه زايغه والله مهما عملتي له، عشان ما اظلمش الستات يعني تتشقلب له، حلوه جميله نخشه بتضحك بتعمل، عينيه زايغه، ده ملوش حل، ده بيبقى ملوش حل، ده عايز حد يقراه من بدري يعمله قط كده، ده ما بيفوقش الا للاسف. وان انا بقول ده الا لما يخسر بيته وولاده، يقعد فتره كده، او انه يخسرهم تماما. انا معايا مشكله برضو هقولها، وصلها انها كرهته وطلقت فعلا. فده حلك بقى لو هتكملي كانك مش شايفاه خالص، ده على جنب كده عايش ميت معاكي، وانتي عايشه الحياه وضحكتك مسمعه اخر الدنيا. جمدوا قلوبكم بس. تمام يا دكتوره، تنصحيني انا فعلا محتاجه نصيحه مريض انهار؟ لا طبعا ما تنهاريش. تنهاري ليه تنهاري؟ هو اللي بيغلط، انت اللي تنهاري؟ اللي يغلط يستحمل غلطه. انا بعتلك مشكله يا دكتوره خصم اليوميه. طب انا هعرض ايه المشاكل اللي جات لي، والله يا رب اكون انا قدرت الم على قد ما اقدر حقيقي يعني.
انا بس سامحوني، انا بيبقى يعني معايا جلسات وبحاول ارد على المشاكل بتاعتكم، يعني انا بس وقتي عشان الناس بتقعد تلومني وبيقولوا لي يا دكتوره بعتلك مشكلتك مثلا فين الكلام. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اكون معاكم. انا في تركيا، جوزي اوروبا ويحكي مع واحده تانية. يعني انتي في تركيا وجوزك قاعد في اوروبا. ما انا قلت البعد يا جماعه بيعمل جفا، البعد بيعمل جفا، والجفا ده الراجل بيدور على اي حد يتسلى معاه، ولو لقى مع اللي بيتسلى معاها ده ضلته المنشوده بتبقى مشكله بيمسك فيها يعني. فانا ضد ان الزوج وزوجه يبعدوا عن بعض. زينب بتقولي بس زوجي لما عرفت بالعلق معاها، باللي متعلق معاها، رحت عند اهلي وجا يقول انا غلطت، بس رجع تاني للعلاقه تاني يعني. ما هو للاسف الستات ما بتفهمش الكلام. هو بيتاسف لما بتمسكيه اول مره، بيتاسف ويقول لك عايز يرجعك تاني. اول ما يطمن انك رجع، وانا قلت قبل كده الراجل لما بيطمن ولما بيضمن ولما بتبقي تمام بيرجع تاني. وانا لما ارجع بقى اعرف ايه السبب اللي خلاه يعمل كده واناقشه، عملت كده ليه؟ ايه يعني، لان لو حصل تاني تقولي له هتبقى هي مش مشكله ان انا هزعل فاروح في بيت اهلي فيرجعني وتبقى هي عاده وخلاص. للاسف اغلبهم يعني غلطه مره واثنين وثلاثه وعشرة بتبقى مشكله. عشان كده بقول الموضوع عايز شغل جامد على نفسك. ما تبقاش اول ما تعرفي بالخيانه تجري تواجهيه وتزعقي وتسيبي بيت اهلك. الحل ده ما بيجيبش نتيجه خالص على فكره. عمر زوجي 41 عام واني 41 سنه. طيب انا مش فاهمه فين المشكله يعني. ما هو مش كل اللي في 41 بيجي لهم ازمه. مش فاهمه برضه. طيب نكمل. انا جوزي معاي وكشوف يخوني، بس انا متجاهله لا مع يوتيوب. لا ما هو برضو الذاكره لله، انا برضو ضد الموضوع ده. ما بقاش انا شايفاه بيخون وانا متجاهله تماما. انا مش ده قصدي. انا مش هواجهه يعني. اولا انا مش هواجهه، هرتب افكاري واحضر نفسيتي واشوف الراجل ده بالنسبه لي ايه، واشوف هو بيخون ليه، واسد عليه الابواب اللي ممكن بيخون عشانها، اعمل اللي عليا. وبعدين يبقى معايا ادله لو هواجهه، واواجهه بعقل وابقى مرتبه. انا شفت كذا كذا كذا. يقولك لا والله ما حصلش، انت ساعات يقولك انت مجنونه. لا الدليل اهو انت ليه بتعمل كده، وانا مش هسمح بكده ومش هكمل كده. ولو هكمل اعتبرني ميته ومش موجوده. انا معاك بلا روح واحرميه منك. ما هو الجوز بيدمن على فكره، بيدمن حب مراته. الجوز مراته يعني زي ما انتي موجوعه انه بعد، هيتوجع والله لو بعدتي عنه. اوعي تفتكري هيفوق تمام. فما ترضيش وتقعدي مكمله معاه خايفه يسيبك لا، ما انت هتتقهري ويجيلك امراض. كملي معاه بس كانك بتضربيه على ايده كده، بانك بتبعدي شويه وانت عامله اكل، بتعملي شرب، كل حاجه، بس نفسيا ومعنويا انا بعيده، لان انت مع حد غيري، مش هينفع انا وغيري. بس انا سالت ليش عملت هيك، قال انا هيك بس بحبك بقدر اعيش من دونك. ما هو فكره بقى انا بحبك ما اقدرش اعيش من دونك وانا بعمل كده واقبليني كده، دي برضو فكره غير مرفوضه. فانا هرد على كل المشاكل وهعرضها حالا، خليكم بس معانا، بس برد على اللي بيقولوا لي هنا. لا انا ضد ان هو يقولك بحبك وبغلط. لا ما هو يعني ما ينفعش مانجا وعنب، يا تختار المانجا يا العنب، الاثنين مع بعض ما يجوش. ولو هيعمل كده احرميه من نفسك، احرميه من روحك الحلوه في البيت. الزوج اللي خان واتورط في علاقه تحت تهديد انها تروح لمراته واقدر انهي العلاقه وتويها. مين اللي قالك الكلام ده؟ هو اللي قالك الكلام ده؟ ما حدش بيتورط في علاقه تحت التهديد على فكره يعني. اعتقد ان هو مودي مش عارف ايه ارقام، اعتقد يعني انه يعني ده حل بيقوله لك، لكن انا ما اعتقدش، انا ما بقتنعش قوي بالخيانه تحت التهديد دي. ازاي الست تنسى الخيانه؟ ما انا قلت على فكره في جلسات بتعمليها عشان تفكي تعلقك من الراجل ده. بتطلعيه من الحته اللي جوه القلب الجامده قوي، بنطلعه نحطه كده عند الباب، وبعدين بنعمل حاجات تانية تخليكي تنسي يعني مش تنسي، نغسلك من جوه بحيث ان انت تقدري تكملي واقفه على رجلك، شايفه الدنيا ازاي، اختياراتك عارفاها، هتكملي مع الراجل بالطريقه اللي تناسبك انت مش اللي يفرضها عليكي هو. الزوج اللي خياناته متكرره، زنا مع بناته وفنادق، ايش الحل؟ لا ما انا قلت الحل، انا عماله اقول والله، انا عماله اقول اهو، بعمل اعيد وازيد. الحل تشوفي ظروفك ايه.
ظروفك مش قادره وهتكملي، لا تمنعي، انت موجود بس ولا كاني شايفك خالص. وخاصه بقى اللي هو داس ويعني وخلاص بقى بجح، انت موجود ولا كانك موجود، الحاضر الغائب، وانت موجوده وشكلك حلو ولبسك حلو وضحكتك مجلجله وحنينه مع ناس الا هو، الا وده يحصل قدامه. طيب نكمل بقيه المشاكل عشان الناس اللي عماله تسالني. خلاص. برضو بعتتني وقالت لي انا جوزي خني ولما عرفت كده، دي برضو مشكله يعني. هقول جوزي خني وعرفت، ولما قلت له قال لها بقى لو عرفتي تاني يعني اتجسستي عليا تاني او عرفتي تاني هتبقي محرمه عليا. وخني تاني، وبعدين لما خني تاني هي دلوقتي عايشه معاه كانه اخوها. راحت يا حبيبتي هي اللي طلبت منه وقالت له اوكي بس من فضلك قدام اهلنا تتعاملني عادي عشان الولاد. اولا مفيش حاجه اسمها تبقي محرمه عليا، تمام؟ يعني ايه محرمه عليا؟ محرمه عليا ليه؟ ايه جابها منين في الدين دي؟ ده اللي بيعمله ده حرام، حرام كبير قوي عند ربنا. خلاص. والله يا اسماء يعني اقول ايه؟ حاضر حاضر، المشكله جايه حالا، حاضر هقول على فكره. فحضرتك انتي مفيش حاجه اسمها محرمه عليا. خلاص. وانتي اللي تقولي له عاملني قدام اهلنا عادي، لا على فكره مش موافقاكي، لا مش موافقاكي خالص، لا على فكره ما تتعاملوش قدام ده، انتي تحرجيه قدام اهله انكم ما بتتعاملوش. وليه؟ عشان هو بيخون، وانتي مكمله عشان خاطر الولاد. ايه فرقك منظرك ومش فرقك وجع قلبك؟ لا مش معاكي طبعا في قرارك ده. انتي اللي ما تعبريهوش، بقولك كده انتي اللي ما تعبريهوش. الجوز اللي بجح بالطريقه دي وقال لك لو دورتي ورايا تبقي محرمه عليا، ولو عرفتي هو ما لمش نفسه يعني بحاجه قد كده ان هو غلطان، ده جبروت. الجبروت حضرتك مضطره تكملي معاه ولا كانه موجود. العايش الميت، العايش الميت، او لا تاني العايش الميت. طيب معايا مشكله من الجزائر، متجوزه بقى لها 13 سنه وعندها ابن من ذوي الاحتياجات. خلاص. والحقيقه ده كان يعني اخد منها طاقه كبير غير بقيه الولاد طبعا. وللاسف جوزها قال لها لانها يعني الولد ده مشكلته صعبه، فهي مجهودها كله هي نفسيتها طبعا كانت منهاره في الاول، فقال لها بما انك مهملاني، فهو خانها يعني. لما عرفت خلاص انت مهملاني مش مهتميه خالص بيا عشان الولد ده. طيب الراجل ده من الاخر يعني بيهرب من المأساة اللي هو فيها دي، وشايفها مأساة مع انها كرم كبير من ربنا. الولد اللي معاكي ده كرم وهدية جميلة من ربنا، جزائها حقيقي يعني انت هتفرحي فيه وربنا هيفرح قلبك بيه في الاخرة. ده نعمة كبيرة معاكم فيه، يعني هتلاقي ربنا بيكرمكم من كل حاجة. استاذ ياسر اهلا بيك، تحية لشعب مصر العظيم طبعا، اهلنا وناسنا يعني. فانا يهمني نفسيتك تبقي كويسه. بفهمك ان جوزك عمل كده مش بعدا ولا هو بيتلكك، بس هو عنده مشكله نفسيه مع اتجاه الولد ده. مساء الفل. وعشان كده راح عمل اللي عمله ده. استاذنك تشتغلي على نفسك، انا عايزاكي تطلعي كل المشاعر السلبيه اللي جواكي. استاذنك تلاقي وقت لنفسك، ساعه في اليوم ترتاحي فيها وتاخدي حاجه وتهدي. انا عارفه انه حمل كبير، وعارفه ان انت محمله بطاقه، وعارفه مشاعرك شكلها ايه كأم في المشكله دي لابن عنده الظروف دي. بس استاذنك يعني محتاجه يعني شويه شغل على نفسك عشان تهدي. انا عارفه ان ما عندكيش وقت، بس حاولي تلاقي نفسك ساعه في اليوم. حاولي تمشي نص ساعه جوه البيت يطلعوا الطاقه اللي انت فيها دي. خلي اهتمامك الاول بابنك زي ما انت، مفيش مشكله، بس كمان وزني الموضوع شويه. يعني مفيش مانع نص ساعه في اليوم لو قدرتي الولد ده ينام او كده، او في اي فرصه لو حد ينفع يساعدك، لو ليكي ام او اخت تقدري تسيبي معاها الولد ده شويه، وتبقى ساعه او ساعتين في الاسبوع تخرجي فيها مع جوزك، تلبسي حلو. يعني حاولي تلاقي له في وقتك في جدولك ساعه او نص ساعه او ساعتين، يعني حاولي حقه عليكي عشان بعد كده لما تكلميه ما يبقالوش واثق. انا عارفه ان مشكلتك صعبه وربنا يعينك، بس اعتقد يعني بشويه حاجات يعني انت جايه على نفسك انا عارفه وشايله، بس تقدري ان شاء الله. استعيني بالله، سبحي كتير، ادعي في نص الاخير الليل ان ربنا يعينك، هيعينك على فكره.
طيب معايا مشكلة تانية. بتقولي اتجوزت بعد 20 سنة جواز. يعني هي اتجوزت بعد 20 سنة عرفت ان جوزها متجوز عليها حد من الشغل بتاعه، يعني هو عنده شغل خاص، اتجوز الواحدة دي وبعدين عملوا عمرة ورجعوا وبعديها ب5 ايام اتجوز واحدة تالتة. بتقولي مهملني جدا ومش بتعامل كويس ولا 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 ولا. طبعا يعني وحتى يعني اما يبقى معاها يبقى بيقعد بيتكلم في التالتة ونفس الحكاية. انا زوجي بقاله سنين بيخوني مع ست متزوجة ويا ترى ربنا هيوقع وياخد حقي منهم؟ يا بنتي ربنا يا سالي ما بيضيعش الحقوق، والله ما بيضيع الحقوق. يعني ربنا شايف كل واحد بيعمل ايه، شايف انتي صابره ازاي وشايف جوزك بيعمل ايه. هو احنا يا جماعه في الدنيا دي يعني انا بكافئ جوزي بمعاملتي الحلوه ولا انا بعامل ربنا فيه؟ انا بعامل ربنا فيه، انا يهمني ربنا يشوف انا بعمل ايه. هو بيعمل ايه هو ربنا هيكافئه على اللي هو بيعمله. تمام. ف هياخد حقك، هياخد حقك. تمام. بس انتي بقى رد فعلك ايه مع جوزك؟ شغاله على نفسك ولا لا؟ بترتبي دماغك ولا لا؟ بترتبي نفسيتك ولا لا؟ هي دي المشكله. فكي تعلقك منه عشان تعرفي تديري الازمه يعني، وما تبقاش دماغك كلها مسنطره ربنا هياخد حقي. هو هياخد حقك من غير ما انتي تبقي مركزه. ركزي في نفسك انتي، انك تحيي الحاجات اللي ماتت جواكي من الخيانه. طب اوكي، ما هو يعني ارد على ايه؟ انا مش عارفه، انا والله عماله برد هنا وهنا. بس حاضر، ايه السؤال وانا هرد. المصيبه لما نشوف كل شيء حلو يصير واحنا العكس واحنا مظلومين. لا، فكره احنا مظلومين نطلعها من دماغنا. احنا في يعني الدنيا دي ما اتخلقناش فيها عشان نتدلع. الناس حاليا كلها عندها ابتلاءات. ربنا ابتلاكي بشيء ما، هتبقي صابره، هتبقي راضيه، هتعرفي تدريها. انا مش بقول لكل الستات ارضي، لا، بقول لكل الستات حاربي لاخر نفس. النفس اتقطع خدي القرار اللي انت عايزاه. مش اول حل يبقى الطلاق، بنحاول مره واثنين وثلاثه وندير الحل بطريقه عقلانيه بكبرياء بشموخ، وانا مطلعاه من الحته اللي وجعاني، وانا قادره اسيطر على اعصابي، وانا عارفه اعمل لنفسي حياه تساعدني. هو موجود شايفني بضحك ومبسوطه وهو بيخون، على فكره هيبص يشوفك بتعملي ايه. هو متوقع انك بتعيطي عليه، لا ما تعيطيش عليه. يخون انت اتبسطي بطريقه تقدري تريحي بيها اعصابك. مش بقولك اتبسطي وارميه، اعملي اللي عليكي تجاهه برضه. ولسه مش عارفه افطم. الزوج حاول يبعد عن البنوك، مش عارفه ايه. لا، في مشاكل بتجري مش قادره. طيب هو بيتقدم في حياته ويعيش ويفرح. ما هو عشان انتي مركزه عليه انتي حياتك واقفه. ما تركزوش على اللي بيخون، ما تركزوش عليه، سيبيه. هو بيخون ربنا هيفوقه، وانتي اسحبي نفسك منه. هيبص كده مش هيلاقيكي حواليه ولا بتعيطي ولا زعلان. بيفرحوا على فكره وبيطمنوا اكتر. ما هي واحده ماسكه في ايدي وبتعيط وانا عايش حياتي فانا مطمن، هي برضو ماسكه وبتعيط مقهوره. انا مش عايزاكي تبقي مقهوره ولا بتعيطي. اللي يخون يخون، مش اختار غيري. انا هعرف اتبسط من غيرك. بس ايه يعني، ده ملخص اللي بقوله. ليه حرمك من كل شيء؟ عشان انتي معلقه سعادتك بيه. اللي بتقولي اتبسط ازاي هو حارم، ما هو انت معلقه سعادتك بيه. انت متخيله ان سعادتك مش هتكون الا من خلال الراجل ده. لا، على فكره سعادتي مني، انا اللي بمنح نفسي السعاده وانا اللي بسحبها مني. هو مش متحكم في سعادتي خالص، انا حره على فكره. يعني يا جماعه انتوا متعلقين ان الراجل لازم يقول لي كلام حلو. الصوت قطع تاني. طيب خليكم معايا بس ثانيه. الصوت كده كويس، رجع. ايه الاخبار؟ الصوت تمام؟ انتوا اللي معلقين سعادتكم عليهم. فالسعاده انا اللي بمنحها لنفسي. انا ما بقاش معلقه ان كل حاجه من عنده هو. تمام. هو اللي يقول لي كلام حلو عشان ابقى مبسوطه، هو اللي يخرجني عشان ابقى مبسوطه. خلي علاقتك مع ربنا على فكره، حبي ربنا القوي قوي قوي وانت هتعرفي طعم الحب ده شكله ايه. تمام. متشكره يا هويدا. متشكره ليكم انكم بتطمنوني. تمام. طيب نكمل بقيه المشاكل. الناس عماله بس تسالني الزوج اللي رجع وبيحاول يرجع الود تسامحيه ازاي؟ تسامحيه طبعا، تسامحيه، لان ما نصعبش الامور على نفسنا. طالما انا كده كده اكمل الحياه على احسن جوده. اللي رجع وبيسامحني وانا حاسه ان هو فعلا ندم وقدر قيمه البيت والاسره، اشتغل بقى على نفسي. ما افضلش كل ما تجيلي افكار اقعد ازاي عمل، خلاص غلط ربنا هيسامحه، واقول ربنا ابتلاني واختبرني وانا صبرت ورجعهولي، فالحمد لله اقدر اشتغل على نفسي واقدر انسى.
اقدر انسى؟ ليها طرق، ليها طرق بتتعمل عشان تنسي وتطلعي طاقتك السلبيه وتقدري تبتدي معاه من تاني. طبعا ينفع. برافو عليكي يا سالي. عيشي مع عيالك وافرحي واتبسطي، بس ما تهمليهوش برضه، ما تهمليه، اعملي اللي عليكي تجاهه. الفكره احرميه من روحك الحلو. تمام. شكرا على كل الكلام الجميل. طيب حضرتك قلتي، هقول اهو والله بقيه المشاكل عشان الناس اللي بتقول. انا بقول ان هي اتجوزوا بعد 20 سنه، عارف واحده واتجوزها عنده في الشغل بتشتغل عنده بعد. طيب بتقولي هو اهملني. انا بقول لك يا ستي جوزك ده راجل يعني اللي هو ايه، مش هتكفيه ست، هيطلق في دي ويتجوز في دي. اهتمي بنفسك ولا كانك شايفاه. ما تفضليش تقولي ما بيهتمش بيا، بيقعد معايا بيهملني. لا، اشتغلي على نفسك، ابدأي من نفسك ولا كأنك شايفاه. احرميه من روحك. انت بقالك 20 سنة يعني متعود عليكي، لما يجي البيت انت اللي ما تتعامليش، ما تتواجديش معاه اصلا. اعملي كل اللي عليكي، والمكان اللي قاعد فيه ما تقعديش فترة كده عشان يحس بيكي شوية. قلبنا بيتقفل بعد الخيانة بس بظل الاحتياج العاطفي بيحرك. ما هو ده اللي بقول عليه، الاحتياج العاطفي مودي الستات في داهية. اشتغلوا عليه، اشتغلوا عليه من فضلكم. اقوي شوية واجمدي شوية واشتغلي على نفسك. محدش بينجح من غير ما يتعب. اتعبي مع نفسك شويه، ما تفضليش تعيطي ومتخيله ان حد يجي يطبطب عليكي يقول لك خلاص يا حبيبتي انا مش هعمل كده تاني، انا رجعت بتاع زمان. القلوب بتتغير ومحدش ملك حد، والناس بتتغير ومحدش مضمون. الزوج بيتغير. مش عارفه، انا زوجي لما بيتعارك معايا بيقول لي انا بكرهك. يعني انا ما بصدقش قوي كلام الازواج ده، يعني ما بحسش قوي ان هو مش عارف، يعني ممكن يكون في عصبيه، يعني ما تاخدوش قوي كده. تمام. متشكره قوي، ربنا يخليكي. الناس اللي بتدعي ربنا يكرمك يا رب. انا زوجي بيخوني مع واحده متزوجه عمرها 41 سنه. ماشي، خلينا بس نكمل المشكله دي. خلاص انا رديت على جوزها متجوز. اهتمي بنفسك ومالكيش دعوه بيه خالص، احرميه منك. في واحده قالت لي الحقيقه هي من دوله عربيه اللي انا قلت لكم عليها، جوزها قعد خانها وخلاص اخذت قرار الخيانه، وبعتت لي ليه بعرض المشكله دي، لان بقول لكل الرجاله ان الخيانه للاسف بتقفل الست وبتخليها تكره في الاخر. اهي حد معايا قررت وخلاص قالت لي مش قادره وكرهته. على قد ما بتحبك قوي وعلى قد ما بتسامح قوي لكل الرجال، خدوا بالكم بتكره، والله بتكره. خلاص. طيب بقيه المشاكل اللي معايا عشان مش عايزه ازعل لحد النهارده. جوزي بيحب سلفتي، طبعا هي عارفه صاحبه المشكله وهي قاعده معاها في البيت، وبعدين سافر ورجع وبيقولها لسه بحبها، وللاسف غلط معاها. دخلي حد من اهله، لازم تدخلي حد من اهله، هي كده اصلا في المحرمات. دخلي حد من اهله ضروري. اخوه كمان عايش وموجود، باباه، مامته، اخ تاني غير الاخ اللي متجوز الست دي. اللي بيحصل ده ما يصحش، وانتي اسحبي نفسك، قولي له طول ما ده بيحصل انا مش متواجده، وهدديه ان انتي هدديه، بس ما تعمليش كده. قولي له لو فضلت على الحال ده انا هقول لاخوك، او وتقولي لاخوه انا مش هسكت، انا مش هسكت، الوضع ده اصلا حرام. مشكله من الجزائر، جوزي خاني مع واحده في عمر ابنه بعد عشره 28 سنه. تمام. هي عندها ما شاء الله اولاد كتير، كانت دايما سند، وللاسف كل عملوا مع بعض حياه حلوه، كل الممتلكات باسمه. بتقولي مش عارفه اعمل ايه. ما تعمليش حاجه خالص على فكره ولا اي حاجه. ادي لنفسك. انت بتقولي لي اتطلق ولا ايه؟ لا، بصوا بقى، استعملي كده شويه. يعني انت تعبتي معاه في حاجات كتير قوي صح، ولا كانك عارفه ولا تبيني انك عارفه حاجه. اتعاملي معاه كويس جدا، امني نفسك بس الاول شويه. مفيش مانع بدلع كده حبيبي، يجيب لك هديه ذهب، يجيب لك حاجه، يعني خدي منه على قد ما تقدري حاجه تامنك اللي انت تعبتي معاه فيها، خديها بما يرضي الله برضاه. تمام. بحيث ان انت تامني نفسك، عشان لما يجي عليكي اليوم وتبقي عايزه تاخدي قرار الطلاق تبقي مامنه نفسك، وتبقي يعني انت مش ضامنه اللي جاي، وتبقي عارفه. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، اللي عايزه تاخد قرار الطلاق ده ليها استراتيجيه كده، مش زرار هدوس عليها اتطلق وانا معيش اي حاجه. عايزه تاخدي قرار الطلاق تبقي مرتبه، تبقي مرتبه زي ما هما بيخونوا كده بالسنين وبيوجعوكوا. لا، نرتب بقى. لما هتطلق، في ناس بتقعد سنتين ترتب انها هتطلق. لما هتطلق هطلع ازاي؟ مش لازم تطلعي خسرانه كل حاجه، قلبك وحياتك ودنيتك. يعني ادروها بعقل زي ما الرجاله كده بتديرها بعقل. تمام. وانا برضو لا ادعو الى الطلاق، بس الزبوز اللي يعني داخل في الخيانه وراشق هو بيجبر الست انها تعمل كده. طيب معايا برضو مشكلة تانية، جوزي بيخوني
مع جارتنا، تمام؟ احنا كنا بنحب بعض قوي، ندم لما عرف وبعد كده رجالي مش عارفه اعدي الازمه دي ازاي. برضو اشتغلي على نفسك، اشتغلي على نفسك. لو ندم ورجع الناس خطاءه. فسبب الخيانه دي انا عامله فيديو، تابعيني بس هنزله هقولك يا سنو سبب الخيانه ايه. تابعي. الست اللي قالت لي على احنا كنا انه ندم. اشتغلي على نفسك على فكره، امسكي اعصابك شويه وهدي اعصابك، وفي جلسات بتتعمل عشان كده، عشان تقدري تبداي معاه. ما يجيليش ندمان وانا اصده برد فعلي وطاقتي السلبيه فبعده عني تاني وكاني بقول روح اعمل. كتر الخيانه بتجيب تبلد للمشاعر. طبعا بتجيب تبلد للمشاعر، طبعا مش تبلد بس بتخلي مشاعرك فتره تجاهه بترجع تاني، بس لما اشتغل على نفسي. في واحدة قالت لي متجوزة واكتشفت خيانة جوزي، واجهني واعتذر، ولما سبت البيت خاني تاني وجاب واحدة البيت ضربني وسبت البيت. وهي ما عندهاش مكان تروحه ومش هينفع تتطلق، هي سايبه البيت دلوقتي، هو موافق انه يطلقها، تمام؟ طب لما انت عارفه كده بتجننوني، واجهتي ليه يعني وغلطت فيه وخليته ضربها ليه؟ انا عارفه ظروفي اني مش هعرف اسيب البيت، يعني اكمل بكبرياء ولا اكمل وانا متهانه؟ في مشكلتك دي وسطي حد بينكم، حد من الاهل قريب بينكم، كأن الكلام مش على لسانك، حرام عشان بنتك مش عارف ايه، ندي فرصه كمان لغايه ما الامور تتصلح. او لو في حوار بينك وبينه وفي شعره كده خشي منها ورجعي الماء المجاري عشان ترجعي بس بكبرياء، ما ترجعيش وانتي مكسوره، يعني ما بقاش بيخون وانتي راجعه له مكسوره. يعني اتعاملي في الموضوع بعقل، شوفي وسيط في عيلته او عيلتك او من الجيران، وسيط بس يخش يصلح الامور. طيب من الجزائر برضو، خاني من 9 سنين ومستمر وعمل معاها علاقه، ولادي رافضين الطلاق وهو عايش في بيت وانا عايشه في بيت، اعمل ايه؟ اشتغلي على نفسك، اشتغلي على نفسك وما تفكريش فيه وما تفكريش انه عايش في بيت تاني طالما استمر في العلاقه ومستمر وبيخون يعني وخلاص وبايع القضيه. عايزاه يجي يشوفك، اشتغل، ما يجيش يلاقيكي خاسه ودبلانه، لا يجي يلاقيكي ست حلوه، واشتغلي على نفسك، فكي تعلقك منه، اعملي جلسات فك التعلق بكبرياء، احلوي، خليهم يشوفوكوا حلوين يا جماعه، خليهم هم يروحوا يخونوا وانتي تبقي ست ارقى وانضج واجمل مليون مره، تمام؟ انا خاني بقى 23 سنه جواز وكان بيكذب عليا في كل حاجه، بيقول لي بخاف اعرف. بصوا بقى، ما هو الراجل اللي بيخون اللي بيكذب احسن من الراجل اللي بيجح. يعني اللي بيكذب عليكي ده خايف على زعلك وخايف على خراب بيته. الراجل البيجح ده مفيش منه امل نهائي. يمكن اللي بيخبي خايف، فلما ساعات كده بيرجع. البيجح ما بيرجعش على فكره، بقول لك انا كده واذا كان عاجبك. اللي بيجيب بنات الفندق لازم يبقى معاكي دليل، لازم تبقى معاكي دليل. لا طبعا دي خيانه. يعني هو الخيانه ايه؟ بس احنا برضو هنعمل فيديو الخيانه ايه. اصل انا في واحده برضو بعتالي اللي هي يا رب تكوني معايا اسماء وتسمعي مشكلتك لو سمحتي. بتقول لي بقى كنا بنحب بعض جدا واكتشفت انه بيكلم واحده، معاملته كان فيها تجاهل ليا. المشكله انه اعترف انه بيخون بقاله 10 سنين وطلع بيخوني مع ناس كتير. هي بقى بتقول لي يعني بتبرر، بتقول لي هي خيانه مشاعر واحاسيس وكلام حلو، مش علاقه يعني انت شايفه ان ده مش خيانه لما مشاعره كلها مع حد غيرك؟ ده مش خيانه؟ المشكله انه طول ال10 سنين لما واجهته وقال لها ده انا بقالي 10 سنين بخونك، هي اتصدمت طبعا، لان الوقت ده كله كان مأثر معاها في العلاقه، ما كانش فيه كلام بينهم. بعد كده هو رجع شويه وبعدين رجع تاني للي هو بيعمل، وقعد كام شهر كويس. هي بتقولي انا حلوه ونظيفه وجميله بعدها بكام شهر رجع لاسلوبه الاولاني، التجاهل والاهمال. بعد ما كان كويس يعني قعد كام شهر كويس بس، وانا اتعايشت عشان ولادي. اعمل ايه؟ اكتشفت كمان انه بيعرف واحده وبيقابلها، ولما واجهته باسلوب مهين لان انا كنت فاقده اعصابي تماما. هو ده اللي انا بقوله على فكره، لما بنفقد اعصابنا وندير الازمه غلط. واتحملت مجبره، فكان في اهانات بينا، وبعدين قال لي انه مش مرتاح معايا وخلاص عايز يتجوزها، مش عايز يكلمها في الخفا، وانا متدمره نفسيا والولاد كمان عارفين كل ده وشايفين. طب يعني انا بذمتك هو ينفع الكلام ده؟ ينفع ندير الازمه بالاسلوب ده؟ يعني ينفع ان انا لما اواجهه اهين جامد قوي واطلع طاقه سلبيه وكاني بقوله اطلع بره حياتي؟ اساسا انا يعني
تزعليش مني، في مشكله في فكرك وفهمك للجواز. الجواز مش زوجه جميله ولا مهتميه بنفسها، الجواز احساس مشترك بتقريه، قوه تخاطر عاليه. 10 سنين ما حسيتيش فيه انه بيخونك؟ ازاي؟ بعيد عنك ومش بيتكلم، ما شكيتيش ال10 سنين؟ ما جاش في دماغك؟ اتصدمتي؟ يبقى في تقصير من عندك. ما اقدرش الوم الراجل قوي الا لما لازم اعتب على الست. ما بقاش انا في غفله وفي دنيا غير الدنيا وضمناه وماسكاه في ايدي ابو العيال ومش هيرمش بعيد عني، وبعدين افاجئ ده بقى له 10 سنين كان بيكون وانا مش حاسه. يبقى انا عندي خلل لما انا ما حسيتش، يبقى انا مش بقرا الراجل ده كويس. حتى لو طبعا ما بيتكلمش، انا ما بذلتش مجهود اشده او احط العلاقه بيني انا وبينه في حاجه قويه. نصيحتي ليكي اشتغلي على نفسك. انت محتاجه تهدي، جواكي طاقه سلبيه قويه جدا وللاسف اديتيها للولاد معاكي. انا عارفه ان هو غلط غلط فادح، وبس كونه يوصل يقولك انا مش مرتاح معاكي وعايزه اعرفها في العلن، دي بقى يعني اللي هو ايه، خيانه بس فيها مشاكل عنده. هو عنده مشكله معاكي، انتوا ما وصلتوش للمشكله دي عشان تحلوها، انتوا بتحلوا بس انه ما يخونش. ازاي؟ المشكله اللي عنده هو اللي يقولها. على فكره هو لازم يقولك انا عندي مشكلتي معاكي 1 2 3 وتسمعيها منه وتقولي له طب نعمل ايه عشان نحلها ونسمع فرصه. الخيانه ملهاش اسباب، بس هنا في شرخ في العلاقه بينكم، في تقصير في اول سنين الجواز. فنصيحتي ليكي اشتغلي على نفسك. محتاجه تعملي جلسات كتيره عشان تفك الطاقه السلبيه دي، وعشان تفك التعلق، وعشان ما تبقيش حاسه بامتلاك. ونظرتك ان الخيانه لما تبقى مشاعر بس مش علاقه، مين قال ان الخيانه علاقه بس؟ على فكره خيانه المشاعر اصعب. انه يبقى حابب واحده يتكلم معاها غيرك خيانه، انه يطلع حبه لواحده تانية مش ليكي خيانه. هي الخيانه، ما على فكره الراجل اللي بينام مع واحده ما بيبقاش بيحبها كتير، بيبقى عايز علاقة بس. لكن اللي عنده مشاعر تجاه واحدة دي خيانة يعني. اخر مشكلة معايا دي متجوزة من 25 سنة، هي بتشتغل وبيشتغل، طلعوا الاتنين السلم مع بعض وعندها 3 ولاد. وللأسف بقى هو لما خان هي عرفت. المشكلة دي جالي على الايميل، يا رب صاحبة المشكلة تكون سامعاني. لما عرفت واجهته، بس للاسف واجهته غلط، واجهته هي والولاد. انا بجد زعلت زعلت ليه بقى؟ ما تدخليش الولاد معاكي في المشكله، لانك بتهزي الصوره والقدوه. يعني ممكن يعرفوا لكن ما يوجهوش مباشره. يعني لو هم كبار وعرفوا قولي لهم انتوا على جنب، ده باباكم ما ينفعش تقولوا له حاجه، انا اللي اتكلم. لكن ابنك يواجه باباه وتقولي لي ابنك منهار نفسيا، ما هو ايه يعني ينفع الابن يواجه الابن؟ طبعا الاب رد، محدش يحاسب حقه، هيقول لك كده طبعا. مفيش ابن ينفع يواجه باباه، الام تواجه، ده جوزك انتي. انا رايي اصبري عليه، لان انت بتتكلمي عن راجل محترم وكويس، واضح ان هو في ازمه منتصف العمر. تمام. هو رجع يكلمها تاني، خلي بس العتاب اللي بينك وبينه نظرات. لو هو فعلا رجع وندمان اديله فرصه، وانت هتعرفي وهتحسي بيه، لان انتوا يعني انت بتقولي احنا طول عمرنا، وانت حسيتي من البدايه. انا واضح ان بينكم الاتصال النفسي والمعنوي قوي، فاديله فرصه. كده انا خلصت كل المشاكل اللي معايا. يعني لسه لينا برضو لايفات تانية عن الخيانة. انا معرفش مشكلتك اتقالت ولا لسه. انا قلت مشاكل كتير، انا مش بكتب الاسامي ولا بقولها. لو حد النهارده نسيت مشكلته اعذروني، عشان انا عندي كم مشاكل كتير. يفكرني بس، ارجعي فكريني لو ما قلتش مشكلتك. لو قلتها هقولك ان هي في اللايف. انا بنزل اللايف ده، تبعتلي على الكومنتات. معلش الصوت بقى ده. يبعتني يوم او ثالث يوم على قناه اليوتيوب، لان هو بيبقى طويل ما بينفعش ينزل هنا، عشان اللي ملحقش مشكلته النهارده او عايز يشوفه تاني هيشوفه على قناه اليوتيوب. وانا كاتبه اللينك بتاع